إسرائيل قصفت إيران علنا والعالم يرى، لكن الرد الإيراني الأخير قلب الطاولة. منشآت حيوية داخل تل أبيب، دمار واسع في قواعد الجنوب، صدمة داخل إسرائيل لم ترى منذ حرب تموز. إيران اليوم ترد بعد سنوات من الصمت والرمزية، لكن السؤال الأخطر: هل فرح بعض السوريين؟ هل أصبحنا نرى إسرائيل أخف الشرين بين خيانة الحلفاء وطعن الأشقاء؟ هل سقطت البوصلة؟ هل يجوز أن نغير عدونا فقط لأن الآخر خاننا؟ الوعي لا يصنعه الحكم، بل التاريخ والمبادئ. شاهد التحليل الكامل لتعرف من هو العدو ومن هو المستفيد قبل أن تصبح أنت ضحية حرب غيرك. شاهد الفيديو الكامل في صندوق الوصف، الرابط موجود لتحصل على تحليل عميق وشفاف نضع النقاط على الحروف دون تعصب ولا مواربة. الحقيقة لا تحتاج صوتا مرتفع، بل وعيا مستقيما. دمتم في حفظ الله ورعايته.